صباح الخير. في ناس كتيرة مستغربة لحركة الذهب الفترة اللي فاتت، وإن هو بقى بيتحرك عكس العوامل الاعتيادية اللي احنا كنا متعودين إن الذهب بيتحرك بناء عليه. يعني إيه؟ يعني لما جت أزمة كورونا الذهب ارتفع، أما لقينا لقاح لكورونا الذهب نزل، أما جت أزمة روسيا وأوكرانيا الذهب ارتفع، أما اتحلت الذهب نزل أو هدت الوضع شوية عامة نوعا ما. اما برضو جت الحرب بتاعت اسرائيل مع غزة والكلام ده، الذهب ارتفع ارتفاع جامد كمان وسجل قمم قياسية جديدة. ولما الموضوع برضو اتحل الذهب نزل. طيب اما جه بقى الحرب الاخيرة بتاعت امريكا وايران، الذهب اتفاعل مع الموضوع عكسي. نلاقي ايه اللي حصل بقى؟ نلاقي ان الحرب ساعة ما اشتغلت الذهب نزل، وساعة ما حصل وقف اطلاق نار الذهب طلع. طب ايه الفكرة؟ ليه كده؟ مع ان المفروض ان الذهب ده ملاذ امن، يعني وقت الازمة بيطلع، وقت الهدوء والاوضاع السياسية الهادية بينزل. فليه يتحرك العكس؟ لان الحرب بتاعت امريكا وايران باختصار شديد هي حرب من نوع خاص غير اي حرب حصلت قبل كده او شفناها في الفترة اللي فاتت. يعني ايه من نوع خاص؟ الحرب بتاعت ايران هي حرب من الدرجة الاولى مؤثرة على سوق البترول والنفط العالمي، وده اكبر يعني حاجة بتمس الامن الاستراتيجي للعالم كله. فساعة ما بيحصل توترات سياسية مع إيران تقفل المضيق، نلاقي الدنيا بدأت تبوظ بالنسبة للذهب والبترول والتدفقات بتاعتهم وقفت. نلاقي ان التوقعات بتقول ايه بقى ساعتها؟ بتقول لك احنا كده التضخم هيعلى، لان طبعا البترول قل، فالبنزين والمشتقات البترولية هتقل، فبناء عليه اما تقل هيبقى الطلب عليها عالي فهتغلى، فلما تغلى كل حاجة بالتبعية هتغلى، فالتضخم هيرفع. فلما التضخم هيرفع البنك الفيدرالي هيرفع الفايدة. شوف بقى، شوف السيناريو بيمشي كام، يعني ايه بيسلم ايه وايه بيسلم ايه، عشان توصل لعقلية المستثمر اللي قاعد في وول ستريت بيقرر يحط المليار دولار بتاعه في سندات ولا في دهب، وانه الامن في وقت حرب زي دي. فيقول لك يا باشا ساعة ما التضخم هيعلى الفيدرالي هيرفع الفايدة، ساعة ما الفيدرالي يرفع الفايدة هنشتري ايه؟ هنشتري سندات، لان الفايدة اعلى، نحط فلوسنا في الدولار. يبقى اصبح ايه؟ بيدور على الربع في المية والنص في المية اللي الفيدرالي هيرفعه مثلا على مدار سنة، وبيتصرف بناء عليه من النهاردة. النظرة البعيدة دي ناخد منها الدرس اللي هو اهم حاجة، انك دايما تكون صاحب رؤية ونظرة بعيدة في الاستثمار. لان الاستثمار لو ما كانش عندك فيه بعد نظر وبتبص تحت رجلك هتنكف على وشك، دي ما فيهاش نقاش. يبقى انت لازم باختصار شديد اولا ما فيش قاعدة ثابتة، يعني كانت لحد قريب خالص القاعدة الثابتة في السوق اللي الكل بيتصرف بناء عليها ان في حرب الذهب طالع، ما فيش حرب الذهب نازل، خلص الموضوع تمام. ولكن اما تيجي تبص لعقلية المستثمر اللي بيبص بنظرة بعيدة جدا، تشوف هو بيتصرف بناء على ايه، ليه ما اشتراش ذهب مع الحرب، وليه اشترى ذهب بعد الحرب، لان شاف ان بعد الحرب هيبقى في استقرار، وان المضيق اتفتح، بقى في بترول، بقى في كذا، فخلاص التضخم هينزل، الفايدة هتنزل، يبقى الذهب هيطلع. شفت يعني المفروض ايه بيوصل لايه، بما ان وبناء على بس. فانت دايما خلي عندك بعد نظر، ومفيش قاعدة ثابتة في السوق. السوق كل يوم بيتغير زي ما انت شايف كده، السوق كل يوم بيتغير. لازم يكون عندك بعد نظر، استثمر في المعرفة واستثمر في نفسك، وان شاء الله هتكون من المستثمرين الناجحين.